السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في القناة. كنتمنى لكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يا ربي تسهل على الجميع وتفرحكم وتوقف اعلامكم وتنصركم ان شاء الله. اليوم غادي نتكلموا على الفئة ديال البنت البيضاء اللي هي هذه. غتكون الفئة العام: البيضاء المتزوجة، البيضاء المطلقة، وكذلك البيضاء اللي في البلاد البعيدة. فنضيعوش الوقت ونبداو. الفال كيعطيني ان البنت البيضاء 3 ايام هادو انت مرونه في الخاطر ديالك. 3 ايام هادو انت مريضه معصبه. حاسه بالخلعه، حاسه بشي حاجه جايه في الطريق، حاسه مهم الخاطر ديالك ما سالماش. وهنا هاد الفال هذا كيعطيني الجواد. وبما اننا حنا داخلين على هاد الشهر، او حنا في الشهر ديال العيد الكبير اللي هو شهر كنحسبوها حنا بشهر قبل من يوم العيد، فكتكون الامور خصوصا عند الناس اللي عندهم جواد كتكون الامور مضطربه، كتحس بالضيم، كتكون شوكتك واقفه، حاسه براسك مغبونه مقلقه معصبه. فالله يصوب الامور وصافي. كذلك الفال كيعطيني بان البنت البيضاء فيتفك سحر في اوائل زواجك. وهنا كنشوف كاين السحور زاد استمر، يعني ماشي غير دار داكشي في الاول الزواج وحبسوا، لا بقاو مستمرين. وزعما كيف ما كنقول دائما اللي بغاها الله هي اللي كتكون. شي على السحور اللي داروا هاد الناس هادو باش يفارقوك مع راجلك، راك راه تفرقتي فعلا. ما عايشاش حياه سعيده، كتحس براسك بحال مسجونه، كتحسي راسك ماشي حياه زوجيه اللي كتحس براسك عايشه في سجن مع السيد هذا. ولكن الانسان في الاول والاخر تيقول الحمد لله على كل حال. يعني مهما كان الامر او مهما كان الحال او مهما كان الوضع كتقولي الواحد يصبر. دابا تقاد الامور، دابا تزيان ان شاء الله. كذلك الفال كيعطيني بان البنت البيضاء تحضي راسك من خط راجلك اللي غتسافري عندها، وكاينه في مدينه بعيده او في بلاد بعيده، او مرت خوه. يعني انت غادا من دارك لعدد الناس هادو تحضي منهم، وحتى الا كانوا جايين عندك تحضي منهم بزاف، وعارفي اشنو كتاكلي، وعارفه علاش علاش غينعسوك، ودير الاحتياط ديالك. فالانسان ما يأذيش، ولكن الاحتياط واجب. راه هاد الناس راه يوميا كنسمعوا شي حوايج راه كتخلع وتفوق التصور ديالكم. ما عليناش، غادي ندوزو نتكلموا على علاقه البنت البيضاء والزوج الابيض اللي هو هذا. الابيض يا اما كانت معاه وحده وتفارقات معاه صاحبته، يا اما باقا معاه او رجعت ليه. فهاد السيده اللي كانت معاه او اللي معاه حاليا بجوجهم كيحاولوا يديروا سحر التفريق ما بين البيضاء والابيض. ما بين البيض والابيض كاين واحد الحب قديم. يعني الا قلبتي في اعماقك او قلبتي في الاعماق ديالو غتلقاي واحد المعزه. ولكن مؤخرا ولاو المشاكل كثار. يعني واخا كاين المحبه كاين المشاكل. فالابيض ولا كيدوي على اقل ما هي حاجه. الابيض تبدل مليار درجه. داك الشيء كاع اللي كان فيه زوين رجع خايب. الابيض ولا كيحقق في شي حوايج ما عمرها ما كانت. الابيض ولا كيتكلم على شي حاجات ما عمرها كان كيدوي فيها او كان كيطرق لها نهائيا. ولات فيه الغيره الزايده، ولا فيه التحكار. بعد الفراش شبه منقطع بيناتكم. زائد ان سمعيني مزيان، البيضه اللي مزوجه مع الابيض اللي العاده الشهريه او كاين اللي كيقولها حق الشهر تروبلات لك، كنقول لك هنا راه بداك سحر التمريض. بداك من هذيك المنطقه وكينتشر في الذات ديالك. اللي هو التماريض. سحر التمريض مادام دوينا عليه خاصنا نشرحوه كما شرحوا قبل ونعاود نشرحوا دابا. سحر التمريض هي اللي نهار تفيق يضرك رجلك، الغد اللي يضري لك راسك، كتبقاي تحسي بالالام كيدور على الذات ديالك كامله. فهذاك عارفيه راه سحر ديال التمريض ماشي سحر طبي. ما عليناش، غادي ندوزو ونتكلموا على علاقه البنت البيضاء مع الزوج الحنطي اللي هو هذا. الحنطي هنا في الفال جا واحد الانسان صاحب مصلحه، انسان مصلحته فوق كل اعتبار.
الفلوس، باغي على الفلوس، باغي غير يدير. زائد ان الحنطي واحد الانسان اللي هو بروال مع دارهم. اي حاجه وقعات عندكم او اي حاجه وقعات لك كيعاودها لدارهم. ولد مو بواحد الشكل مبالغ به. ما عرفتش نقول لك، هذاك مهما كان الحال راه همو. كذلك كنشوف بان البنت البيضاء اللي مزوجه مع الحنطي كتحاول ما امكن تفادى المشاكل مع دارهم، اللي كيحاولوا دائما يجبدوا، كيحكوا نحاسك يعني، دائما كيحاولوا يجبدوك، دائما كيحاولوا يحطوك في شي هذا باش يبينوا لي بان راه مرتك صعيبه، مرتك واعره، مرتك ما كتبغيش دير، مرتك ما كتبغيش تفعل، مرتك ما كتسمعش، ما كتفعلش، فهمتوا؟ فما تخليش داك الاستفزازات ديالهم يحطوك في داك الشيء اللي بغاو. وبالتالي البيضه اللي مزوجه مع الحنطي ما تامنش لدارهم نهائيا. دارهم ما تامنش ليهم، ما تعطيهمش فرصه فين يتقربوا منك او فرصه فين يأذيوك. فمن الاحسن تخلي راسك بعيده. غادي ندوزو نهضروا على علاقه البنت البيضاء والزوج الاسمر. وهذا هنا الزوج الاسمر كنشوفوا، ما عرفتش انا علاش واحد المده هذه من ورا رمضان لدابا الغالبيه ديال الفالات ديال البيضاء المتزوجه مع الاسمر كيخرج ليا الاسمر بعيد عليك في الفال، بعيد عليك بواحد الشكل كبير. الاسمر كيقتل فيك عرق بعرق. الاسمر معذبك، الاسمر مقندش لك الحياه. هاد السيد هذا ما بقيتيش عارفه شنو ديري معاه. صبرتي على مليار حاجه، ميكتي على 2000 حاجه، ساكته غاده معاه باش ما عطى الله، ولكن هو ما زايد في العيب ديالو. هو ما مسوقش، انسان غير مبالي نهائيا، انسان ركب فيك العصايب، ركب فيك الفقصه، يرتبط لك المراره. زعما راه واعر، زعما راه عنده هو ضعيف الشخصيه، ولكن دائما كيمثل راسو شخصيته قويه. فالبيضاء جيتي بالادب ما ينفعش معاه، جيتي بالقباحه ما ينفعش معاه. فحاليا كنشوفك دايرين داكشي ديال الجيران، عايشين في دار وحده، ولكن كل واحد يدبر راسو، بحال وليتي كتفاديه باش ما توقعيش في مشكل، كتفاديه لعده اسباب زعما صراحه. والشي السمر من النوع اللي كيليق ليه الزلط ولا قليل الفقر، لانه كل ما عمر جيبو كل ما كيبقى اكثر، كل ما زادوا عنده شويه دراهم كل ما كيزيد يشنت ويطلع للسماء. مباشره غادي نمشيو نتكلموا على البنت البيضاء اللي عايشه في البلاد البعيده اللي هي هذه. البنت البيضاء اللي في البلاد البعيده كنقول لك ان بعد العسر يسرا، بعد تقليقه وبعد الزميط اللي كاين وبعد الحالات اللي عايشه كربي سبحانه وتعالى غادي يفرج. كذلك كنشوف ان البنت البيضاء اللي كاينه في بلاد بعيده مقبله على الشراء، عندك شراء، عندك سوال جداد، سوال جداد كنعنيو بطوموبيل، دار، ارض، شي حاجه. المهم سوال جداد قراب ان شاء الله باذن الله، ولا غتدفعي شي حاجه بحال ما كنت كنشوف اوراق وطلع هبوط وغادي يكون الخير. كذلك كنشوف بان البنت البيضاء اللي في البلاد البعيده عندك غيار مع جارتك مراه كبيره، وهذا الغيار كنظن غادي يوصل طابه المخزن، فالله ياخذ الحق بيناتكم. ولا ما كانش شي واقع ما وقعش، غمض عينك وتفاداي وخلي السفينه تمشي. غادي ندوزو مباشره للبنت البيضاء المطلقه. البنت البيضاء المطلقه باب الاطلاق هو باب كيتسد. وهنا كندوي على البيضاء اللي طلقه وما عندهاش تريكه، ما ولداتش مع داك السيد. باب سديتيه خليه مسدود، غتحليه غتعيشي مشاكل كبار من داك المشاكل اللي عشتي. فما يغركش داك السيد فين وصل حاليا، لانها ظروف زائفه. فنتمنىك تكوني فهمتيني اشنو بغيت نقصد لك وديري بكلامي، كنتمنى. كذلك البنت البيضاء المطلقه كنقول لك حضي راسك من السيده السمراء اللي كتدخل العتبه اللي متفقه هي وواحده اخرى عليك.
راه جوج عديانات متفقين على كيدخلوا عندك العتبه بالغدر، وربي يخلص كل واحد. على العموم هذا الفال هذا كنديروه، كنحاولوا بامكان يختصروه باش نقدروا نواكبوا التوقيت اللي عندنا. فكطلب منكم المسامحه، والى اللقاء في الفال المقبل ان شاء الله.